في نوعين من الطلبه داخل المدارس. ابراهيم اللي بيذاكر 9 ساعات وبيشرب 15 فنجان قهوه وعمال يعلم في الكشكول بتاعه ويعيد في قراءه الدرس ويعمل فلاش كارد طول الليل. وعلى الناحيه الثانيه عندنا محمد بيذاكر ساعتين بس، عارف بالظبط هيذاكر ايه وازاي، مش بيضيع وقته في التلوين واعاده قراءه الكتاب في يوم الامتحان. واكيد توقعت مين هيجيب درجه اكبر بعد الامتحانات. اكيد محمد اللي هو انا. ازاي انا كنت بذاكر 4 اضعاف اي شخص عادي في وقت بسيط جدا. لما كنت في الجامعه كنت بحب الانشطه الطلابيه ودايما بطلع اروح حفلات وتطوع ومفيش وقت ان انا اذاكر، وعشان كده كنت باجي في وقت الامتحانات واتزنق هخلص كل الكتب دي ازاي. قلت لازم الاقي طريقه من خلالها اقدر اوصل للهدف بتاعي، وبالفعل بدات اجرب ولقيت الطريقه المناسبه واللي بسببها بقيت بجيب في مواد امتياز وجيد جدا. وعشان كده هقولها لك في 7 خطوات. اول نصيحه، بلاش تربط نفسك بعدد ساعات مذاكره. في فخ دايما الطلبه بتوقع فيه، بيركزوا على الوقت اللي ضيعوه في المذاكره بدل ما يركزوا على الطريقه اللي بيذاكروا بيها، وده طبيعي لان الوقت سهل يتقاس، لكن فعاليه المذاكره صعبه تتقاس. يعني لو ذاكرت 5 ساعات هل قضيتهم كلهم في التلوين واعاده قراءه الكتاب، ولا اختبرت نفسك وشرحت لحد تاني وركزت على نقاط ضعفك؟ النتيجه هنا هتكون مختلفه تماما. الوقت بعد ما دخلت في المود معايا هقول لك على النصيحه الثانيه، ركز جدا، اقرا بالعكس. عارف ان ده غريب، لو بتذاكر قبل الامتحان بليله بدل ما تبدا من اول الفصل ابدا من الاخر، شوف ملخص الدرس والنقاط الاساسيه فيه، بعد كده ارجع لاول الفصل، ابدا اقرا اول فقره من كل جزء وبعدها اخر فقره، ولو في وقت اقرا بالتفصيل، وبكده هتاخد فكره عامه عن الدرس بسرعه وسهوله جدا. ثالث نصيحه، جمع مهام شبه بعض وخلصهم مع بعض. في مشكله كبيره عند الطلبه اسمها تغيير السياق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عقلك بيحتاج مجهود لما ينقل من حاجه للثانيه، عشان ينقل من مذاكره ماده لكتابه حاجه بتفكر فيها لحل مساله رياضيه. كل نوع من التفكير ده بياخد وقت ومجهود، والتنقل بين المهام بيضيع وقتك، وعشان كده حاول تجمع كل حاجه شبه بعض وتعملهم ورا بعض. زي مثلا تذاكر كل حاجه في الرياضه الاول، بعدها تكتب كل المقالات بتاعتك مع بعض، كده هتوفر وقت وتقلل المجهود بتاع عقلك، ودي اسميها تكلفه الانتقال. تاني حاجه في اختيار المهام اللي شبه بعض، تركز على السياق. يعني مثلا لو انت ليك ساعه بتحل مسائل رياضيه وبعد كده المفروض تكتب مقاله بالانجليزي، الاثنين دول محتاجين تركيز ومحتاجين انواع مختلفه من التفكير، يعني تقريبا محتاج من 10 ل 15 دقيقه عشان تدخل في المود الجديد بتاعك. وعشان توفر وقت في المذاكره قلل عدد المرات اللي هتغير فيها نوع المهمه، ده كله عن طريق تجميع المهام. تجميع المهام موضوع بسيط، انت مثلا لو هتحل مسائل رياضيه فجيب المسائل الرياضيه وبعديها المسائل الفيزيائيه. لو هتذاكر لغه عربيه ذاكر بعدها تاريخ، لان مقالات اللغه العربيه زي المقالات التاريخيه، وبكده مش هتزود الضغط على دماغك وهتستهلك وقت اقل. انا ذات نفسي دلوقتي بعمل كده، بدل ما اكتب فيديو وبعد كده اصوره وبعد كده امنتج، لا انا بكتب اكتر من 20 فيديو مره واحده وبصورهم مره واحده، وده اللي بيخلي فيه سرعه اكبر، بدل ما كل مره احط الاضاءه واظبط الكادر واظبط المايك وغيره من المهام الفرعيه، لا هي مره واحده اعمل ده واصور فيديوهات كتير، فبكده بوفر وقت ومجهود. وعندي نصيحه سريعه ركز فيها، لما تجمع المهام ابدا بالاسهل، وده علشان تدخل في مود المذاكره اسرع. يعني مثلا لو عندك رياضيات وفيزياء وتاريخ ابدا باسهل ماده بالنسبه لك. رابع نصيحه، حط لنفسك وقت محدد، دي خطيره جدا وركز معايا. في مثل كده كان بيقول الشغل بيمتد على كد الوقت. يعني مثلا لو عندك بحث وقلت هنخلصه في 30 يوم هتخلصه في اليوم ال30، لكن لو قلت هخلصه في 3 ساعات هتخلصه في ال3 ساعات. وعشان كده حدد لنفسك وقت محدد عشان تذاكر الجزئيه دي. المنبه هيرن انا هكون خلصت، ما تديش لنفسك وقت كبير علشان ما تكسلش وتشتغل ببطء. اسهل طريقه عشان تستفيد بالموضوع ده انك تحط تايمر قبل ما تبدا تذاكر وتسال نفسك المهمه دي محتاجه قد ايه وقت. اظبط المنبه بتاعك وهتتصدم في النهايه ان انت ازاي قدرت تخلص الكميه دي في الوقت القليل ده. استاذ التاريخ بتاعي كان بيدينا امتحان كامل مفروض يتحل في 3 ساعات نحله في 25 دقيقه. كنا بنتفاجئ ان احنا كنا بنقدر نحل الامتحان. في البدايه كنا فاكرين انه مجنون، بس طلع فعلا عنده حق. عشان كده هقول لك على النصيحه رقم 5، ما تفضلش واقف مكانك. لو بتحل امتحان ولقيت سؤال صعب ومش لاقي اجابته، دورت مره واثنين وثلاثه وما عرفتش، سيب السؤال وكمل. زمان كنت بقعد بالساعات على سؤال واحد بس واحس اني فاشل لو سبت السؤال ده، بس ده اسمه مغالطه التكاليف الغارقه. يعني انت عشان ضيعت وقت انت وبتفكر بتقول انا ما ضيعت الوقت ده، ما اكمل وخلاص، بدل ما الوقت كله يضيع مني، تكاليف غارقه. فلا يا عم، انت حاولت ما عرفتش عدي، شوف اللي بعده بعدين نرجع له في اخر وقت للمذاكره. نصيحه رقم 6، خلص البسيط الاول. في مهام كده بسيطه مش محتاجه مجهود كبير، في حاجات متغيره ومحتاجه مجهود اكبر وبتحتاج تركيز اعلى، فالافضل تبدا بالحاجات الاسهل عشان تفضي دماغك للحاجات اللي محتاجه مجهود اكبر، وكمان هتحس بالانجاز. النصيحه الاخيره والاهم دي مخليها مكافاه ليك عشان كملت الفيديو، علم على ملاحظاتك. في طلبه كتير بتضيع وقت اثناء مراجعه الملاحظات بتاعته، بيراجع حاجات حافظها وسهله بالنسبه له، والاولى انه يذاكر الحاجات اللي نسيها. انا ضيعت وقت كبير وانا بذاكر حاجات اصلا حافظها، فمفروض انت وبتدون ملاحظاتك تحط
علامه كده عند الجزء اللي مش فاهمه كويس او مش حافظه، مربع، دايره، عشان لما تيجي تذاكر قبل الامتحان او قبل اللجنه تذاكر الحاجات المهمه واللي انت محتاجها، مش تضيع وقتك على الحاجات اللي اصلا انت حافظها. دي كانت تجربتي الخاصه اثناء الدراسه بتاعتي. لو عاوز بقى تسمع معلومات اكتر عن المنح والدراسه، مستنيك في قناتنا على التليجرام، واعمل اشتراك للقريفاني وما تبقاش اناني.